السلام عليكم متتبعين كادي شانيل. واش اخباركم؟ كلشي لاباس؟ كلشي على خير؟ هاني اموركم؟ صحيحه لاباس؟ مده هادي ما بقينا لا صورنا ولا تسامعنا ولا والو. كنت شويه عيانه، ضربني البرد واحد الانفلونزا خايبه، وشويه واحد الخدمه تاهي متعبه، التوقيت ديالها متعب شويه. هذا علاش. على كل، الحمد لله والشكر لله، حنا الحمد لله دابا لاباس. نتمنى انكم نتوما تكونوا كلشي بخير وعلى خير واحوالكم طيبه ان شاء الله يا ربي. اليوم غنشوفوا واحد الحاجه خفيفه ظريفه بسيطه سهله، واحد الشوربه ديال الفقيع لي شامبينيون. ها هما مقطعين، كنحتاجو فيها لي شامبينيون بيان سور. ها هما مقطعين بحال هكذا، نقيتهم وقطعتهم. الغسيل انا كنغسلهم حتى لاخر لحظه باش ما يشربوش هذاك الماء اللي كيتغسلوا به. صافي. كنحتاجو بصله مقطعه بحال هكذا، بطاطا، شويه ديال الملح وشويه ديال البزار وزيت الزيتون. وصفه سهله بسيطه ولذيذه. لا باز ديالها هما لي شامبينيون كما قلنا، الفقيع، بصيله وبطاطا وصافي. هادشي اللي كاين. لي شامبينيون كيكونوا بحال هكذا، انا خليت هادو بحال هكذا باش نوريكم. هادو اللي كتشوفوهم هنا راه كانوا بحال هكذا. انا كنقيهم، هاد القشره كنحيدها بحال هكا. خليتهم باش نوريكم كيفاش كنقي. نحيدو هاد القشيرات صافي. نقطع شويه من هذا الراس، هذا الرجل ولا العود ولا اللي هو، ونقطعها بحال هكذا، اما بيدي بحال هكا اما على القطعه ديال الربيع اللي متاح، ماشي مشكله. القشره كتمشي بسهوله بحال ملي كنكونوا نقشروا في بطاطا مسلوقه. ها كنشدوها كتبعنا بحال هكا، شدها من الاول كتبعنا صافي. الا بقات لاصقه هنا شي حاجه ديروا لها بحال هكذا صافي. ونقطعوا كما قلنا، اما بيدنا بحال هكذا اما على القطعه ديال الربيع. والغسيل حتى لاخر لحظه، تنبغي نرميهم في الطنجره، حيت الا غسلتهم دابا وخليتهم هذاك الماء اللي كيبقى فيهم غيبقى يشربوا فيه. واخا نديرهم في الشبكه نديرهم في الصفايه، ضروري ما تمشي شي حاجه كتزهق، معليش نخليهم حتى لاخر لحظه. هادو هما المكونات: بصله، بطاطا، ملح والبزار، لي شامبينيون وزيت الزيتون. خليوكم معنا ما تمشيو فين. دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه اللي هي غادي نقليو هاد المكونين بجوج مع هاد العطريه وزيت الزيتون. خليوكم معنا، احنا غادي نرجعوا دابا. احنا رجعنا. الطنجره هنا انا درت فيها الزيت يسخن. اللي كيستحمل الزيت البلديه ممكن يدير الزيت البلديه، اللي ما كيستحملهاش ممكن يدير غير الزيت الروميه، ماشي مشكله. غادي ننزل هاد البطاطا والبصله هنايا يتقلاو واحد شويه، ماشي يتحمروا، غير يتقلاو، نحسوا بهم غيروا اللون ولا لونهم شفاف، يعني بدا كيدخل الطياب صافي. وكنرويو عليهم ونخليوهم، خاصهم يطيبوا هما في الاول بعدا واحد 10 15 دقيقه بحال هكذا، غير يغيروا اللون، ما يتحمروش، ماشي يوليو حمرين. كيولي البصله كيولي اللون ديالها شفاف شويه، نعرفوها راه بدات كيدخلها الطياب. البطاطا حتى هي نفس الشيء. غادي نزيد المليحه في الاخر، كنصحوا الذوق، نشوفوا الا كان ناقصه شي حاجه كنزيدوه، والبزار صافي. هادو هما المكونات اللي كاينه. صافي غادي نخليوها تقلى، وغادي نروي عليها ونسدها ونخليها طيب. طنجره عاديه، ماشي ما غاديش نسدها انايا على اساس انها طنجره صداق، نسدها غير سده عاديه، طنجره بحال كاسرونه، طنجره سده عاديه، ونخليها طيب كما قلنا.
10 دقائق حتى 15، ماشي بزاف ماشي كثر. صافي. وعاد نضيف لي شامبينيون نغسلهم. قلنا قبيله بان كنغسلوهم حتى لاخر لحظه باش ما يشربوش هذاك الماء اللي غسلناهم به. صافي. ملي نبغي ننزل لي شامبينيون في الطنجره نعاودو نتلاقاو باش نمشيو فين باش نكملوا بقيه المراحل. شوربه ساهله خفيفه ظريفه ولكن بنينه الصراحه. انا جربتها عدد من المرات عجبتني داكشي باش قلت ملي وليت لاباس وليت نقدر نهضر بلا ما كنت كنهضر ونكح. الحمد لله الحمد لله تعدات مرحله. واحد الانفلونسا خيبانه شكيت قلت ياك ما الكوفيد ياك ما هذا، ولكن طبيبه قالت لي لا 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 ماشي كوفيد غير انفلونسا قاصحه شويه. واللي زاد صعب عليا الموضوع انا هي سولتني قالت لي شنو هي الادويه اللي خديتي، قلت لها بقات فيا الكحه كمبغاش تمشي شهر تقريبا وانا كح. قالت لي قولي لي الادويه اللي خديتي. قلت لها خديت اونتيبيوتيك كنت كناخذو في الاول على قبل الدرسه، ملي لقيت عليه راحتي كملت هذيك البواطه، ومور سيمانه عاوتاني زدت بواطه واحده اخرى والسيروات ديال الكحه والغبره وكذا وكذا. قالت لي انتيا بهاد الادويه اللي خديتي كامله لي زونتيبيوتيك وكذا كذا ملي تكون انفلونسا الانسان ما ياخذش اونتيبيوتيك اولا. ثانيا الادويه الاخرى اللي خديتي حتى هي بلوكيتي الانفلونسا، بلوكات حبستيها ما خليتيش انفلونسا تاخذ مجراها كامل، وبقى لك هذاك ملي تبلوكات الانفلونسا بقى لك هذاك البلغم حاصل في الحلق. البلغم هو هذاك حاشاكم ملي الانسان كيكون يكح ولا بحال هكا كيطلع هذاك الماده سائله لذيذه بحال هكذا. نيفي انا ما كانش كيسيل ملي كان في ضربني البرد نهائيا. باكيه ديال لي موشوار كيما شريتها كيما باقيه راه كتسمع فيا بقى لي داكشي كامل لداخل. يعني حبست الانفلونسا ما جاتني لا سخانه لا حمى لا حتى شي حاجه، ولكن بقى كلشي محبوس ليا هنا في الحلق. ملي نبدا نهضر هضرتي كتحبس بحال كنحس بحال عندي شي غلاقه في حلقي كنبدا كح. قالت لي راه هذاك البلغم بقى لك محصور في النور حلقك خاصك تخرجيه. عاد عطاتني واحد الدواء واحد اخر كورتيزون كذا كناخذو الحمد لله دابا راه نحمد ربي ونشكر. الكحه بعدا ما بقاتش هي اللي كتهرس الراس. السخانه كما قلنا والحمى ما كان عندي والو، غير هذيك الكحه بحال هكذا وديك التسخسيخه وعظام كيحرقوا. داكشي باش ظنيت انا بانه الكوفيد فيروس. قالت لي لا ماشي فيروس هذا غا انفلونزا قاصحه. صافي بقينا كنهضروا نرجعوا الوصفه ديالنا. انا قصدت انني نتكلم على هذه المساله باش الناس تنتبه، وما ملي تكون فينا الانفلونزا تكون فينا ترويحه ما ناخذوش اونتيبيوتيك. انا درت هذا الخطا كنت كناخذو كما قلت على الدرسه ملي ناسبني بقيت مستمريه فيه. كيبلوكي قالت لي الانفلونزا كيبلوكي كلشي وهذاك الشيء كيبقى لينا لداخل. انا قصدت اني نتكلم بحال هكا سامحوني. على كل الوصفه ديالنا نرجعوا لها. ها هي كنشوفوا البطاطا والبصله اللون ديالهم تغير ولا شفاف. دابا غادي نروي عليها. بالنسبه للكميات كما كنقول انا دائما الكميات كل واحد كيدير الكميه اللي كتناسبو على حساب العدد ديال الناس اللي غادي ياكلوا، على حساب اللي كيناسب كل واحد فينا. الشوربه دائما كنرافقوها بشي حاجه عاده يعني. صافي هذا الشيء غادي نخليه دابا يطيب كما قلنا من 10 حتى 15 دقيقه على الاغلب، على الاكثر ماشي على الاغلب على الاكثر. ونعاودو نتلاقاو باش ننزلوا فيها الفقيع او الفطر او لي شامبينيون او لي فونغي او الفقاع، كل واحد كيفاش كيسميه. نتلاقاو بعد دقائق معدودات. احنا رجعنا مره واحده اخرى عاوتاني. الطنجره ها هي كتغلي، البطاطا والبصله بداو كيطيبوا. دابا غادي ننزل لي شامبينيون الفقيع
غسلتهم غسله خفيفه لان ما فيهمش شي حاجه، وانا قشرتهم حيت منهم قشره. غسله خفيفه وحاولت نصفي منهم الماء، ننزلهم نحرك ونغطي عليها ونخليها تكمل طيابها عاوتاني واحد 15 دقيقه واحده اخرى، ونعاودو نتلاقاو. لان في الاخير هاد الشوربه خصها تطحن. الا كان عندنا كيسميتو لو ميكسور بلونجور، هذاك الطحان اللي كنخدموا به في داخل الطنجره بحال هكذا، نطفيو على النار نخليوها تهدا واحد شويه نطحنوها. الا ما كانش عندنا هذا كنا غنديروها في المولينكس، ملي طيب ونطفيو عليها ونخليوها الدفا واحد شويه باش ما نحرقوش المولينكس ديالنا، عاد نطحنوها. غنخليها طيب ونعاودو نتلاقاو. هادو اللي طاحوا هنايا نحيدوهم صافي، ونخليو الطنجره ديالنا طيب ونعاودو نتلاقاو. ما تمشيو فين. سلام، انا رجعت مره واحده اخرى بعد ما طابت الشوربه ديالي، كملت طيابها، خليتها تسنيت على واحد شويه تا دفات. لان كما قلت معكم في الاول ما عنديش انايا لو ميكسور بلونجور، هذاك الطويل اللي كنطحنوا به وسط الطنجره ما عنديش، ما بقاش عندي دابا. كما قلنا تسنيت عليها تا ولات دافيه واحد شويه، ودرتها في الكاس ديال المولينكس وطحنتها. من بعد رديتها في الطنجره عاوتاني، درت واحد الغاليه بحال هكذا 2 دقائق 3 دقائق صافي، وسربيتها بحال هكذا. كنضيفوا واحد الخويط ديال زيت الزيتون الا بغينا. حنا اصلا في الاول قلينا البصله والبطاطا بزيت الزيتون، الا بغينا كنضيفوا واحد شويه بحال هكذا وكنقدموها بالصحه والراحه. كتجي شويه عاقده، ما كتجيش شوربه خفيفه. اللون ديالها بحال هكذا، ما زدت عليها انا حتى شي حاجه. البطاطا البصله والفكاع، الفكاع ملي كيطيب اللون ديالو كيولي بحال هكذا، بحال اللي رمادي، بحال اللي البصله والبطاطا حنا عارفين لونهم كيدير. ملي كنضيفوا عليهم شي ملون مثلا الكركم ولا التحميره ولا حاجه كياخذوا هذاك اللون. هنا ما ضفت عليهم انا والو، مليحه والبزار وزيت الزيتون فقط لا غير، بطاطا بصله ولي شامبينيون، والشوربه بالصحه والراحه. نتمنى ان هذه الطريقه تنال الاعجاب ديالكم وتحاولوا تجربوها. مذاقها في الحقيقه زوين، ممكن نقدموها بحال هكذا بوحدها، ممكن تكون مرافق لشي طبق اخر، او نرافقوها بشي حاجه هي. انا قلت نقدمها لكم بحال هكذا بوحديها، ولكم واسع الاختيار. في الاخر كنقادو الذوق. في الاخر كما قلنا كنحاولوا نقادو الذوق حنايا. الا كان ناقصنا مليحه ولا ناقصنا البزار، الا بغينا نزيدو شويه البزار، ما بغيناش بلاش، نقادو غير الملحه. وبالصحه والراحه. شوربه الفطر، شوربه الفكاع، وشوربه لي شامبينيون. هذه طريقه مبسطه بالبطاطا والبصله. كاين طرق واحده اخرى متعدده، كاين اللي كيزيد فيها لا كريم فريش، كاين اللي كيزيد فيها المايزينا، كاين كل واحد واشنو كيزيد. هذه الطريقه المبسطه. البطاطا والبصله ديما عندنا في الدار، لي شامبينيون، ونصايبوا شوربه ونستمتعوا بالمذاق ديالها بالصحه والراحه. نتمنى ان هذه الطريقه كما قلت معكم في الاول تعجبكم وتشجعكم انكم تجربوا هاد الشوربه بالصحه والراحه. انا بديت كنشرب دابا.